ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم محمد شعراوي على قناه محمد شعراوي على قناه ذكاء المدمر. النهارده يوم جديد، حلقه جديده برنامج الذكاء المدمر. النهارده كالعاده مغامره جديده، حياه جديده، عالم جديد، ناس جديده، شغل جديد، كله جديد في جديد. عايز اقول انك لازم دايما تتغلب على خوفك عشان تعرف تنجح. ما ينفعش تفضل في مكانك، ما ينفعش تفضل بالامر الواقع انك تفضل في مكانك. لازم تعدي طموحك، لازم ما تخليكش مكانك عشان تقدر تنجح، عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. طبيعي انها تيجي في وقت، في بعض الاوقات انك تفشل، ده الطبيعي، بس انت لازم تحاول. ما ينفعش تفضل في مكانك على طول. عايز اقول لكل الناس اللي شايفيني على القناه بتاعتي ان مفيش مستحيل. اخرج من التشيرز اللي انت فيه، حاول تنجح. ما ينفعش تقف في مكانك، ما ينفعش تعتمد على الظروف عشان تقدر تنجح. دايما عودتكم في كل مره بحاول اقدم برنامج معين او حاجه، بروح كل مكان اقدم فيه البرنامج بتاعنا. عودتكم دايما على ايه؟ انك تحاول تختبر نفسك دايما، تحاول تبص لمرايتك، تحاول ما تقفش في مكانك. كل ده يحفزك انك تقدر تنجح اكتر. في ناس كتير جدا تفضل في مكانها، بيبقى خايفين من المحاولة، مع ان المحاولة ممكن تديك نتيجة احسن. لكن طول ما انت قاعد في مكانك وخوفك متغلب عليك، مش هتقدر تطلع لقدام. مؤمن بمبدأ بيقول قوي: الحياة لا تفسح الطريق الا لمن يعرف الى اين يذهب. فحاول دايما انك تكون عارف طريقك كويس. طبعا معلش عشان الصوت والناس الدوشه حواليا فمش قادر اتكلم كويس، تمام؟ دايما مفيش مستحيل. خليك دايما متفائل بالاحسن والافضل. كل انسان عاشق للمهنه بتاعته او عاوز يحدد اهدافه او احلامه. استحاله هدف هيجيلك او حلم هيجيلك وانت قاعد في مكانك، مستحيل. لازم دايما تجري ولا هدفك ولا حلمك. مش مهم انت شغلتك ايه، مش مهم انت منين، المهم ان انت تحاول، المهم ان انت تشتغل على نفسك عشان تقدر تنجح وتوصل. طبعا العالم اللي حواليك اكيد هتقابل ناس كتير جدا تحبطك، هتقابل ناس كتير جدا تحاول ان هي تفشلك عشان تسقط. ما تستسلمش للناس ديت، كمل طريقك للاخر. هتلاقي محبطين كتير حواليك، تمام؟ يحاولوا ان هم يحبطوك، ما تستسلمش، كمل. اخرج بره التشيرز اللي انت فيه. استحاله، مستحيل ومليون مستحيل. الحياه هتديك اللي انت عايزه من غير ما تحاول. طول ما انت بتحاول هتوصل. مش مهم انت هتوصل امتى، المهم هتوصل ازاي. الوقت، التوقيت. ناس كتير جدا وصل، بس مين وصل الاول؟ مين حقق هدفه الاول؟ تمام؟ هتلاقي ناس كتير جدا تحبطك، تمام؟ لكن لازم تستعين بربنا وتحاول. ربنا ما معهوش مستحيل. لو انت وضعت ايمانك وقدرتك في نفسك وايمانك في نفسك، اكيد لازم توصل، اكيد لازم توصل. كما قال ارشميدس: حدد لي موقعي الان وسأحرك لك الكرة الأرضية. طبعا بعتذر الصوت لتاني مرة، كل اللي سامعيني دلوقتي شايفيني، انا بعتذر الصوت لان في دوشه كبيره حواليا فمش قادر اكلمكم. لازم تحاول انك توصل دايما. طول ما انت بتحاول هتنجح. مش المهم انت حاولت قد ايه، المهم الاستمراريه. كلنا بنحاول، كلنا عايزين، كلنا بنحلم، بس مين بيكمل؟ مين مستمر؟ مين مش واقف في مكانه؟ ده المهم. طول ما انت بتحاول، طول ما انت مستمر، طول ما انت شغال على نفسك، طول ما انت مؤمن بهدفك وبنفسك، مفيش حاجه تقدر تقف قصادك. لكن طول ما انت قاعد في مكانك وما بتحاولش، مستحيل توصل، تمام؟ مستحيل توصل.
كتير دلوقتي شايفني عايز ينجح لاهدافه ولاحلامه بس قاعد في مكانه. تمام؟ لا، حاول تخرج، حاول تغامر، حاول تضحي بوقتك بمجهودك بنفسك عشان توصل لهدفك. ناس كتير جدا بتحلم بالتمثيل، ناس كتير جدا بتحلم بكلية معينة او بهدف معين او يصبح بيزنس مان او استحالة الحاجات ديت تقدر توصل ليها طول ما انت في مكانك. اخرج، حاول، تقدر تحقق اللي انت عايزه في مكانك مش في بلد تانية. كتير جدا بيسافروا اماكن كتير جدا عشان يحاولوا اللي هم عايزينه. انت ممكن تحقق اللي انت عايزه تمام في قلب بلدك، في قلب مكانك. الموضوع هيحتاج مجهود، هيحتاج وقت، هيحتاج ان انت تشتغل على نفسك كتير. حاول، ما تقفش، ما تقولش ان انا هفضل في مكاني وهنجح، ده مستحيل. انا عارف ان كتير جدا شباب منكم محبطين ويأسين، وعارف ان كتير جدا تمام بيحاولوا، بس المهم مين ينجح، مين هيحاول، مين هيوصل. الكل بيحاول بس الذكي هيقدر يخترق كل حاجه ويوصل بسرعه. مفيش حاجه مستحيل تاني مره. المستحيل هو نفسك. تبص في مرايتك هتلاقي نفسك اللي قدرت بعزيمه وباصرار وبيقين انك تقدر تحقق اللي انت عايزه. احب اقول لك ان مفيش قوه على وجه الكون هتقدر تقف قصادك غير حاجه واحده بس، نفسك وعدم ثقتك بنفسك. كده انا خلصت حلقتي معاكم النهارده في مغامره جديده وحلم جديد. اشوفكم على خير في مكان جديد وفي عالم جديد في قناه الذكاء المدمر. السلام عليكم.